اصلا مجلس اداره النادي الاسماعيلي ورئيس النادي الاسماعيلي بيحاول ان هو يدمر النادي على قد ما يقدر. صفقات ملهاش اي 60 لازمه، لعيبه ملهاش اي 60 لازمه. الحاجه الوحيده الحلوه في النادي الاسماعيلي وهي جمهور النادي الاسماعيلي، وده لان انا اسماعيلاوي. فجمهور النادي الاسماعيلي هو الحاجه الوحيده الحلوه في النادي كله. ولا تقول لي لعيبه، ولا تقول لي لعيبه، ولا تقول لي مجلس الاداره، ولا تقول لي مدير فني، ولا تقول لي مدربين. لا لا، في مدرب جامد قوي بصراحه، والمدرب ده شايف شغله وبيشتغل بجد وبضمير. هو المدرب، هو اسمه ايه؟ هو المدرب اللي هو كان شغال مع الكابتن الراحل ايهاب جلال الله يرحمه، الكابتن عبد الرازق، كابتن حمد الله عبد الرازق، مش فاكر اسمه ايه بصراحه. بس الكابتن ده شايف شغله بجد يعني. هو مسك الاسماعيلي فتره. للاسف الشديد ان الاسماعيلي كل سنه بيضطر ان هو يبيع اللعيبه بتوعه ويشتغل بالناشئين والاشبال، وناقص كمان ان هو يشتغل بالبراعم. فاهم؟ انت متخيل المنظر ان انت مثلا ينزل لك عيال صغيره عندها 5 6 سنين، وبعد كده ينزل لك عيال صغيره عندها 10 سنين؟ ما هو خلاص بقى مفيش لعيبه، هجيب لعيبه منين عشان تلعب؟ ما اللعيبه بتوعي ببيعهم عشان احل ازمه القيد وعشان اقدر ادفع مرتبات اللعيبه. من الاخر كده الاسماعيلي ماشي بمبدأ من دقنه في فتله وزيتنا في دقيقنا وتلبيس طواقي، بس خلصانه. زمان كان بيجيب لعيبه اجانب، اللعيبه الاجانب دول ما بيكملوش شهر هنا في مصر ويخلعوا، متعرفش ايه السبب. بس اكيد يعني السبب مش في الاسماعيلي ولا السبب في اللعيبه، اكيد بسبب الحسد. اكيد نادي الزمالك او النادي الاهلي بيحسدوهم عشان الاسماعيلي ما يرجعش تاني على القمه، فعشان كده اللعيبه بتسيب النادي وتخلع. ما هو مفيش تفسير طبيعي. ممكن يبقى سحر، ممكن يبقى مرتضى منصور عامل سحر النادي الاسماعيلي، ممكن يبقى محمود الخطيب عامل سحر النادي الاهلي، ممكن يبقى محمود الخطيب عامل سحر النادي الاسماعيلي، ما تعرفش ايه اللي بيحصل.